اهلا وسهلا، صباح الخير او مساء الخير. صافا الجو شاعل العافيه اليوم. هذا في الحقيقه هادو ما بقاوش فيديوهات، هادو فلوغات، خصني نسميهم فلوغ. شاعل العافيه اليوم، ما عرفت اكثر من 32 درجه. آه، واحد القضيه، واحد النقطه بغيت نهضر عليها اليوم. هي الناس اللي كيسولوني انت شمن ديانه، علاش انت كتعادي الاسلام. بغيت نقول لكم انا راه ماشي كنتقد، انا ماشي كنتقد الاسلام، انا راه كنتقد الديانات كامله. انا راه ماشي عندي مشكل مع الاسلام، انا عندي مشكل مع الديانات كامله. انا ماشي ضد الاسلام، انا ضد الديانات كامله. الدين افيون الشعوب، الدين مجرد مخدر، مجرد استلاب، مجرد فكره خلقوها مجموعه من الناس اللي بغاو يسيطروا على العقليه ديال الشعوب وعلى الناس باش يستعبدوهم، باش يسيروهم. وبطبيعه الحال اول وحدين داروا يدهم في رجال الدين هما رجال السياسه، تو سامبلومون. لذلك انا غير باش نتفاهموا انا راه ماشي ضد الاسلام زعما كدين بوحدو، لا، ضد فكره الدين. ولكن انا كنحترم ناس، لان الانسان من حقه وهو حر في المعتقد، من حقه يكون مسلم، يكون يهودي، يكون مسيحي، يكون بوذي، يعبد شجره، يعبد تروطوار، يعبد ببغاء، يعبد ناموسه، يعبد اللي بغى، يعبد شخص بحالو، يعبد اللي بغى. فقط حتى واحد ما عنده الحق يمارس العنف. انا ضد فكره العنف اللي كيمارسوها الناس. ودابا شكون هما المتدينين، شكون هو الدين اللي فيه العنف اكثر؟ هو الاسلام. كاين صداع لان هذا في الطريق. وريوني حاليا شكون هو هاد المعتقد اللي صحابو كيعنوا باقين كيامنوا بالعنف. والدليل انا وحده، انا ضحيه ديال العنف ديال اسرتي وديال خدمتي وديال بلادي وديال السيستم، وباقي العنف يمارس الان. انا كندافع على الناس اللادينيين. باش تعرفوا انا علاش كندير هاد الفيديوهات كاع البلوغات ولا ما نعرف، وعلاش كنكتب في الفيسبوك، وعلاش وعلاش طلبت اللجوء، وعلاش هادشي كامل فقط من اجل باش نقول بان الانسان له الحق في حريه المعتقد. ماشي حريه المعتقد هي هذاك اللي كيامن باش ما بغاو يدير اللي بغا، هكا كيسميوها الحريه المقلوبه. حريه ماشي هي هذه. صباحي البومبيه اليوم الطريق. يعني كيفاش الناس كتعتقد بان دابا كتسمع داك حريه المعتقد، كيمشي ليها هذاك اللي عنده المعتقد وتيقول لك انا عندي الحريه نمشي لواحد البلاد علمانيه ونفرض عليهم الطقوس ديالي، ونفرض عليهم رغم ان هذيك البلاد العلمانيه اللي هي ما كتخلطش السياسه بالدين، هذيك البلاد هي اللي كتضمن ليه الحريه. الشيعي يقتل في بلاد السنه، والسني يقتل في بلاد الشيعة، والأقليات الدينية المسلمة اللي هي لاجئة هنايا. عرفتوا شحال كاينين ديال الأقليات الدينية المسلمة، دوك الناس اللي كيامنوا بعض المذاهب وبعض سميتو في العالم كامل، كتلقاوهم لاجئين هنايا. كنتلاقى معاهم لاجئين هنايا في كندا. علاش؟ لانهم تعرضوا في بلدانهم، باكستان، افغانستان، السعوديه، مصر، المغرب، يعني في اي بلاصه فيها الاسلام، افريقيا، اسيا، في اي بلاصه فيها الاسلام ديانه رسميه ديال الدوله وديال المجتمع، كتلقى فيها المضطهدين، كتلقى فيها الاقليات الدينيه المضطهده. واكثر من هذا، دابا انت مسلم ومضطهد، انت مسلم
ولكن فقط الاسلام. فين هي حريه المعتقد؟ اذا انا مسلم ولكن عندي الحق في المذهب، والاسلام كله مذاهب وفقهاء ونحل وملال وداك التخربيق كامل. لا، حيت الاغلبيه كتبغي تفرض راسها على الاقليه، وديما الاقليه هي اللي واكله العصا، ديما الاقليه هي اللي واكله العصا من طرف الاغلبيه وهذه ماشي هي الديمقراطيه. الديمقراطيه هي شنو هي الديمقراطيه؟ علاش العلمانيه كتضمن الديمقراطيه؟ لان في ظل العلمانيه الديمقراطيه كتولي ممكنه. كيفاش؟ انا كنضمن لجميع الاقليات الحق في التعبير وفي التواجد. راه هذه هي الديمقراطيه، ماشي حكم الاغلبيه تخربيق. هذيك الاغلبيه ملي كنصوتوا عليها وكتطلع كيخصها تضمن لهذوك الاقليات اللي هما غير ممثلين بانهم يعيشوا بسلام وبامن وتضمن لهم جميع الحقوق ديالهم. وهذا الشيء علاش بزاف ديال الاقليات، احنا كنهضروا دابا على الاقليات الدينيه. الاقليات الدينيه هي اقليات تضمن التواجد ديال. علاش ما كيجيو المسلمين البلدان ما يسميوها هما بلدان الكفر، كيجيو لاوروبا والامريكا الشماليه، مشيو للجابون، مشيو نيوزيلندا، استراليا؟ علاش تيعيشوا بسلام وعندهم حقوق اكثر تضمنها لهم ديك الدول، وهما تينكروا الخير ديال ديك الدول. اول حاجه كيبداو ينتقدوا ديك الدول اللي هما عايشين في الخير ديالها، ولان لو كان بقاو في بلادهم كون تقتلوا وكون بقاو عايشين مخبيين وخايفين. بحال دابا بزاف ديال اللادينيين في العالم الاسلامي عايشين في الخوف. المغاربه اللي كيوليو مسيحيين عايشين في الخوف، اللادينيين بالخصوص تيعيشوا في الخوف. ما عندكش الحق لا في العائله ديالك، لا في الخدمه ديالك، لا في الوسط، لا في الفضاء العام. وامام الدوله كاينه قوانين تجرم انك تتبع شي مذهب او معتقد ما فرضهاش عليك الدوله. كيفاش بنادم تيتزاد مفروض عليه واحد المعتقد؟ كيفاش انت كتولد مسلم صحه؟ كيفاش تولد انا مسلم صحه؟ كيفاش الاطفال مساكن كيقولوا لهم انتم مسلمين؟ المسيحيين حتى هما بواحد الطوائف المسيحيه ديال الدول المتخلفه طبيعه الحال هما تيفرضوا على ولادهم التدين. اذا باش نتفاهموا، باش نجاوب على جميع الاسئله اللي كتطرح عليا دابا في التعليقات في اليوتيوب او في التعليقات في الفيسبوك، انا لا دينيه، سموني ملحده، ولكن انا لا دينيه، بمعنى انا ما كنامن بحتى شي دين، وانا ضد الدين الذي يتحكم في الانسان، وضد ربط الدين بالدوله بالسياسه، وضد استعمال الدين في المجتمع. يعني استعمال الدين في العلاقات الإنسانية وفي العلاقات اللي كتربط المواطن بالمواطن، علاقات اجتماعية، واللي كتربط المسؤول بالمواطن يعني في الإطار ديالها السياسي. يعني أنا ضد الدولة الدينية. يعني المغرب أنا بالنسبة لي اللي هو بلادي ما خصوش يبقى دولة دينية، خاص مؤسسة إمارة المؤمنين ما تبقاش، وخاص وزيدون حتى في المغرب دابا حنا كنا كنعتقدوا شحال هذه بان مؤسسه اماره المؤمنين هي اللي تضمن التعايش والسلام. راه هي اماره غير مسلمين. علاش؟ لان الفصل 267 في الدستور يناقض وضعيه مؤسسه اماره المؤمنين. الا كان الملك امير ديال المؤمنين كاملين بجميع الديانات، علاش الفصل 267 تيجرم ازدراء، كاتبين فيه ازدراء الدين الاسلامي؟ يعني ممكن لك في المغرب تزداري اي ديانه اخرى، تزداري اليهوديه والمسيحيه اللي كاينه في المغرب، ومذاهب اخرى ديال الناس، مثلا المقيمين، كاينين ناس من جميع الجنسيات مقيمين في المغرب، كاينين سيخ، كاينين يعني مجموعه من لا تزداري فقط الدين الاسلامي. لان علاش؟ لان القران اللي كيعتبروه المسلمين هو الكتاب ديالهم، هو براسو كيزداري الناس، كيصفهم بالقرده والخنازير، وكيزداري المراه
بزاف وكيحتقرها وكيهينها وكيفضعها في وضعيه اقل من الرجل. كيفاش بغيتي هاد المسلمين منين غيجيبوا الافكار ديالهم؟ الافكار ديالهم راه كاينه في ديك النصوص اللي صنعوها شي وحدين باش يتحكموا في البشر وباش يصنعوا داك البشر على كيفهم، كيف بغاو هما. هذا ما كان. اذا باش نعاود نشرح لكم ان انا نجاوب لي ماشي نشرح، كنجاوب فقط. انا كنجاوب في هذا الفلوق على انني انا لست فقط ضد الاسلام ولكن ضد جميع الديانات، طالما الناس اللي كيامنوا شنو كون هو الدين راه هو هاد الاشخاص اللي كنشوفهم على الدين شي حاجه، على الدين شي حاجه ما عندهاش ما هي، راه ما هي هما الاشخاص هما اللي جابوا الدين وكيقولوا كيفاش اشخاص اللي كيمارسوا داك الدين. اذا انا ضد سلوك البشر وسلوك الناس، كانوا مسلمين ولا كانوا مسيحيين ولا كانوا يهود ولا كانوا كيما بغا يكونوا ولا كانوا سيخ ولا كانوا بود ولا كانوا كيما بتكون المعتقدات ديالهم، انهم يستعملوا المعتقد ديالهم من اجل ممارسه العنف، ممارسه الاهانه، التحريض على الكراهيه، احتقار الاخر، تغييب شخصه، يعني حرمانه من الحريه ديالو. وتحياتي لكم. انا قربت الخدمه ديالي. بارك، نظرة على البارك. يلا تبقوا على خير وشكرا على المتابعه، ودعموا القناه بطبيعه الحال، وكتبوا لي المواضيع اللي نبغيو نناقشوها. ونتمنى انني نكون يعني خفيفه على العقل ديالكم وعلى عليكم بصفه عامه. والى اللقاء.